رينج لايت 43 جنيه. الموضوع يكاد يكون مش مصدق. اللي يعرفني يعرف ان انا بحب اعمل الحاجه الاول بايدي، ما عرفتش اعملها بروح اشتريها، ده لو ينفع اعملها. النهارده هنعمل رينج لايت 43 جنيه بس. طبعا نص اللي بيشوفني يقول انت مجنون، انت ما بتفكرش، انت ازاي رينج لايت 43 جنيه؟ ازاي؟ هتشوف معايا انا عملت ايه او هعمل ايه، وقرار ليك. حابب تعمله اعمل، مش حابب براحتك. الموضوع كله باختصار، الرينج لايت هو ما هو الا مصدر اضاءه دائري مجوف من النص، بحيث ان الكاميرا تكون في النص ويظهر تاثير دائري في عين الشخص اللي بيتصور. فاحنا هنعمل الكلام ده كله بس بحاجات بسيطه جدا، وفعلا طلع معايا نتائج حلوه وانا بتست قبل ما اعمل الحاجه كلها بشكل نهائي. فنبص كده انا عملت ايه وهيحصل الشكل النهائي ايه ونتائجه عامله ازاي. مبدئيا عشان بس الناس اللي هتشوف ده هيبقى الشكل النهائي ليه، بس بعيد ما لسه هشوف هنثبته ازاي. ايه ده؟ دي مواسير كهرباء برتقاني، اكيد كلكم عارفينها، معظم الناس عارفينها. مواسير كهرباء عاديه جدا بتبقى عند اي كهربائي، تلاقيها متعلقه عند اي كهربائي بره كده. كان عندي جزء من المواسير دي مش محتاجه، خدته ولفيت المواسير بشكل دائري حوالين بعض. هي ماسوره واحده بس انا لفيتها حوالين بعضها وثبتها بشويه اسلاك عشان ما تفكش من بعضها. طلع معايا الشكل ده. طبعا هو مش اسود، هو المواسير دي لونها برتقاني، بس انا كان عندي سبراي فرشيتها بجد يعني عشان تغير المنظر، مبقاش منظرها العادي، يبقى فيه تغيير شويه. طبعا مش الفينش الواو، بس انا ما يهمنيش الشكل قد ما يهمني النتيجه بتاعت الحاجه ايه هي. فده مبدئيا بتجيب المواسير حسب ما انت عايز، يعني دي ممكن تكون حوالي 3 متر مواسير او 2 متر ونص، وبتلفهم حوالين بعض وبتثبتهم. وبتجيب من عند اي كهربائي بتقول له عايز شريط ليد. شريط الليد ده طبعا معظم الناس عارفينه برضو، هو شريط كده زي ما انتم شايفين بيتباع بالمتر، عايز متر 2 متر 3 متر زي ما انت عايز. اضاءته جميله، في منه الوان ابيض ازرق اخضر موف، شوف اللون اللي انت عايزه ايه. طبعا هجيب الابيض، جبت الابيض عشان عايز ابيض. وبيتباع معاه برضو الوصله دي عشان يشتغل على الكهرباء، لانه مش بيشتغل على الكهرباء، دي زي محول او حاجه زي كده. فانا اكتفيت ب 2 متر، ولما جربت ب 2 متر فعلا طلع كويس، مش محتاج ان انا اجيب اكتر من كده. الفكره بكل بساطه ان انا هجيب المواسير دي زي ما انا جبتها كده، وهلف عليها الليد ده والزقه بمسدس شمع او اربطه باسلاك زي كده او اي طريقه تلزق بيها. المهم ان انت ما تغطيش النور، في نفس الوقت تثبته تخليه متوجه عليك. طبعا مش هيطلع معاك بيرفكتو خالص بقى وان انت بقى تخليه بالملي كده لافف، لا، هو الفكره ان انت تخلي النور متوجه على الشخص اللي بيتصور بشكل دائري. مش شرط دائري بقى مسطره، لا، دائري زي ما تعرف تجيبه انت معاك هاته. ومش هيظهر في الصوره على فكره، ما تفتكرش ان هو هيظهر في الصوره هيبوظ منظر الصوره والكلام ده. طبعا مش هنلزق ده دلوقتي. هنثبته على ايه؟ انا فكرت في فكره ان انا هثبته في خشبه واعمل ستاند خشب برضو، بس جه في بالي ان انا لما احب اقصر او اطول، هصور حلقه وانا قاعد، هصور حلقه وانا واقف، مش هعرف اتحكم في الكلام ده. انا فاكر ان انا عندي ستاندات، ما انا بقى عندي ستاندات فعلا. فجبت خشبه زي كده وخرمتها من هنا، بحيث ان انا اثبت الحلقه هنا واركب دي في ستاند، بحيث ان انا اطول اقصر براحتي زي ما انا عايز. طبعا انت ممكن بكل سهوله تستبدل الستاند اللي عندي ده بحته خشبه وتثبتها تخليها طول المناسب ليك. انا مش بقول لك تجيب ستاند، انا بقول لك ان انا عندي ستاند عشان كده عملت الفكره دي. انما انا كنت في الاساس هعمل حته خشبه طويله واخليها ثابته، فانت ممكن تعملها خشبه زي ما انا كنت عامل الاول. وصنفره عشان اصنفر بيها الخشبه دي، وسبراي اللي رشيت بيه الرنج، هرش بيه برده الخشبه عشان المنظر، وسلك عشان اطول السلك بتاع الرنج، يعني مش سلك الليد عشان السلك ده قصير جدا مش هينفع طول الفيشه. وحتى ده الخشب اللي كنت هثبت بيه الخشبه اللي كنت هجيبها، بس الفكره زي ما قلت لكم غيرت رايي فمش هستعمله خالص. فهنبدا كده ونشوف هنطلع بايه في الاخر. ده عشان لما اثبت دي اقفل عليها بالمسمارين حرف ال دول، بحيث تبقى يعني لحد ما ماسكه نفسها شويه.
علبه خلصت مش مشكله، مش فارقه معايا قوي يعني، اذا اتوسخت برضه مش مشكله. استنى 5 دقايق تنشف وهركب الليد على المواسير اللي عملتها. هركبها بمسدس الشمع او بسلك زي ما قلت لك، زي اي حاجه انت عايزها. بعد ما اركبها هوريكم النتيجه النهائيه ايه بعد ما نركبهم على بعض، وبعد كده اوريكم نتائج بيها كمان ايه. استنوني. وده الشكل النهائي للرينج لايت اللي احنا عملناه. يعني معرفش واضح لكم ولا مش واضح لكم. ده الليد اللي احنا جبناه تمام. ده الخرطوم طبعا مش دائري بالملي، ممكن يكون هنا مثلا ماشي كويس، هنا في عوجه صغيره مش هتضر قوي، مش هتبان. التثبيت اللي انا مثبته على حته خشبه زي ما انتم شايفين. كل واحد يثبت زي ما هو عايز. عايز تعمل على حته خشبه مدوره اعمل. الفكره ما هي الا ان الرينج لايت هو مصدر اضاءه دائري مجوف من النص زي ما انتم شايفين. دي الفكره الرئيسيه. انت اعمل اللي انت عايزه. لو عايز تعمل الرينج لايت اعمله بطريقتك، بس هيطلع معاك نفس النتيجه ان شاء الله اللي هتشوفها معايا دلوقتي. هغير الاضاءه ونركب الرينج لايت ونشوف النتيجه بتاعت الرينج لايت في الفيديو عامله ازاي. ودلوقتي احنا ركبنا الرينج لايت اللي احنا عملناه. طبعا ما غيرتش الكروما ولا غيرت خلفيه من الاضاءه اللي فاتت عشان تشوفوا الفرق بين الاضاءه دي والاضاءه اللي فاتت. الاضاءه اللي فاتت كانت شبه جنرال او عامه، بتنورني وبتنور الخلفيه وكل حاجه. انما الرينج لايت الى حد كبير هو منورني انا اكتر من منور الخلفيه. طبعا لو حابب انا اخلي نفسي منور بشكل محدد اكتر، ممكن ابعد عن الخلفيه، ممكن اظبط في اعدادات الكاميرا. انما دي الاعدادات نفس مكان الكاميرا. فرق ان انا قفلت الاضاءه دي وشغلت الرينج لايت اللي احنا عملناه. زي ما انتم شايفين التاثير بتاعه عامل ازاي. طبعا مش شرط يكون الحاجه الواو اللي انتوا فاهمين ان هي مثلا رينج لايت ب 2000 ونص 3000 جنيه. لا، احنا ده رينج لايت يعني معمول في البيت بايدك. قطره بحوالي 45 ل 50 سم. تقدر تعمله زي ما انت عايز، حجمه اكبر حجم اصغر براحتك. انا لما عملته طلع معايا الحجم ده طلع بالنسبه لي مناسب جدا، مش محتاج ان انا اصغر او اكبر فيه. ملحوظه صغيره بس لاحظتها لما عملت الرينج لايت ده وجربته على الكاميرا، ان انا لما بصور بالكاميرا الايزو بيعلى معايا لايزو عالي. فالحل بتاعه ايه؟ الحل بتاعه ان انت بدل ما تجيب مثلا 2 متر ليد او على حسب ما انت هتجيب، زود اضاءه. يعني دلوقتي انا مشكلتي هتحل بان انا لو جبت 2 متر ليد كمان وكملتهم معاه خلاص الايزو بتاعي مش هيعلى وهتلاقي اضاءه كويسه. هو معنى الفكره دي ان الاضاءه ضعيفه شويه بالنسبه للكاميرا، بس حلها بسيط جدا واديكوا عرفتوه. ولما تحب تعمل حاجه او تجيب حاجه للتصوير قبل ما تجيبها فكر تقدر تعملها في البيت ولا ما تقدرش. طبعا عارف ان في ناس ممكن تقول لك انا لو جالي اوردر بره مش هقدر اخد معايا الرينج لايت ده بره. عندك حق، بس انا بفكر اللي هو لو واحد ما عندوش اوردر بره يحتاج في رينج لايت محتاجه في البيت، ليه ما يعملوش في البيت ويستعملوه في البيت؟ ممكن مش هيحتاجه بره. ممكن تستعملوا صور، ممكن تستعملوا فيديو زي ما شفتوا كده في الفيديو عامل ازاي. واخر الفيديو هسيب لكم حوالي صورتين كده او حاجه متصورين بالرينج لايت ده. شكرا.